هذا هو فرانك هايس مدرب نادي نيس الفرنسي، اللي اليوم العشيه تقلبت عليه الاذاعات والتلفز في تونس، اللي هو قريب برشا من تدريب المنتخب الوطني التونسي، واللي الجامعه التونسيه قاعده في اتصالات متقدمه جدا باش يتعاقدوا معه ويدرب المنتخب ويزوه الكاس العالم. شكون المدرب هذا؟ انا ما نعرفوش صراحه، ولكن مشيت بحثت عليه وجبت عليه بعض التفاصيل باش نعطيها لكم وانتم احكموا وحدكم. واضح المدرب هذا فرنسي، يدرب في البطوله الفرنسيه، ما عندوش برشا من اللي يدرب في البطوله الفرنسيه. من 2016 2015 طلع يدرب في البطوله الفرنسيه، ولكن يعني تجربته في البطوله الفرنسيه انا بصراحه نشوفها ضعيفه جدا جدا ضعيفه. يمشي يعني يتنقل برشا، درب 3 شهور 4 شهور في الفريق هذا، بدا الفرق الكل متوسطه وضعيفه جدا، واخرهم نادي نيس الفرنسي العام هذايا. بدا معاه اول الموسم، لعب معاه الى حد اللحظه 17 مباراه في البطوله. نادي نيس الفرنسي عنده 18 نقطه، يعني تقريبا نقطه في كل مباراه ياخذوا. واضح هذايا. وحتى كلاعب انا شفته، حتى كلاعب ما عندوش تاريخ، ما لعبش المنتخب الفرنسي. لعب اكبر نادي لعب فيه في البطوله الفرنسيه هو نادي اونجي، تقريبا النادي الوحيد، ولكن معظم كاريره لعبها في البطوله الدرجه الثانيه. وحتى التدريب نتاعو قبل 2016 مرحلته التدريبيه كلها في الدرجه الثانيه الفرنسيه. لا عمره درب في منتخب، لا عمره درب نوادي كبيره، لا لعب في ضغوطات، لا لعب في نهائيات، ما عمره لعب حاجات معناتها على مستوى عالي. مدرب عادي وعادي جدا. انا نقارنه ببعض المدربين التوانسه، لا ممكن بعض المدربين التوانسه خير من المدرب هذايا. المدرب هذايا الجامعه التونسيه تحب تجيبه لنا للمنتخب الوطني التونسي ويهزنا كاس العالم. تصوروا انتم احنا منتخب تونس 8 مرات نمشوا لكاس العالم، ويعني طموحنا والهدف نتاعنا، الهدف نتاعنا الاول هو ترشحنا الى الدور الثاني في كاس العالم، باش نجيبوا مدرب نكره ما عنده حتى علاقه بكاس العالم وبالبطولات الكبرى ولا البطولات الصغرى، وباش نجيبوه للمنتخب الوطني التونسي ونكرموه ونهزوه لكاس العالم ونحطوه ونوروه للعالم ونعملوا له شهره وبيع وذراع، ونقولوا لهم انا جبنا لكم مدرب كبير وباش يهزنا. وتصوروا انتم المستوى هذا هو اللي باش يهزنا للدور الثاني. انا بصراحه راني تعبت، والله تعبت من الجامعه ومن مسؤولين الجامعه هذوما، اللي انا مش فاهم شنو. انا نحس نفس التصرفات ونفس الشيء اللي كان يعمل فيه وديع الجريء هو نفس المستوى ونفس التصرفات ونفس الخبث قاعد يتكرر. علاش؟ لان وديع الجريء كان ديما يجيب لنا مدربين اقل من العاديين، متوسطين واقل من العاديين، مدربين مش محترفين، مدربين يتحكم فيهم هو باش يختار، باش يتدخل معاهم في القائمه ويتدخل معاهم في التشكيله ويتدخل معاهم في كل شيء ويقترح عليهم اللاعبيه. وهو يعني نعرفوا احنا التصمصير والتمكميك هذاك اللي يعمل فيه وديع جريء قبل. الاداره انا نحس اللي هي نفس الاداره قاعده تدير الامور كما يديرها وديع جريء قبل. يعني علاش ما يجيبوناش مدرب محترف؟ احنا نريد مدرب محترف. ما معنى محترف؟ مدرب يتحكم في المجموعه، مدرب عنده كاريزما، مدرب يفرض هو اموره، مدرب عنده تاريخ يحكي عليه، لعب في بطولات كبيره، على الاقل كاس اوروبا، على الاقل كاس افريقيا، كاس اسيا، يعني لعب تحت ضغط، يعرف ضغط الصحافه، ضغط الجمهور، ضغط المباريات الكبيره، يعرف جرب انواع تكتيكيه كبيره برشا، فنيه كبيره برشا، باش ينجم يحاول ويصنع لنا الفارق، وينجم عنده تكون نظره استشرافيه حتى على اللاعبين، ويختار لنا مجموعه باهيه وينجم يتصرف فيها ويتحكم فيها وما يتدخل فيها حتى مسؤول من الجامعه وحتى مسؤول في تونس باش في خدمته ويخدم خدمته كما يجب. احنا الجامعه بتاعنا ما تحبش الشيء هذا، تحب تجيب لنا مدرب تحت السيطره، مدرب تحت ال الاوامر ويعمل اللي يحبوا عليه هما. هذا انا اللي فهمته. ما دامك تجيب لي مدرب من نوع هذا مع نكره ما عنده حتى علاقه بالمنتخبات وبالكوره وبالعالم وبالمستوى هذايا، وتجيبوا انت وتكرموا وتهزوا كاس العالم، شنو يدل هذايا؟ يعني انت احنا عندنا مسؤولين في الجامعه عندهم نظره استشرافيه، يعرفوا المدرب اللي باش ينجح في المستقبل، وجابوا لنا هذا وقالوا لنا هذا يراهو باش ينجحنا. هل يعقل هذا؟ احنا رانا مسيطر علينا في الجامعه التونسيه في لكره القدم، قاعدين يتصرفوا بتصرفات غريبه جدا، وانا ما عادش عندي ثقه ولا 1% في الجامعه هذه اللي موجوده والمسؤولين الموجودين. انا الوحيد كما قلت لكم نحترموا زياد جزيري، ماذا بيا يا اما يوضح لنا يا اما يستقيل، خلينا معاهم نحكيوا معاهم هما وخلينا ندافعوا على ارواحنا من الجامعه هذه. المدرب هذا فرانك هايس ما عنده حتى علاقه بالمنتخب الوطني التونسي، احنا جايبين مدرب نكره باش نكرموه وباش نطلعوه
ونعملوا له اسم ونعملوا له اشهار في كاس العالم على حساب المنتخب الوطني التونسي وعلى حساب الكره التونسيه وعلى حساب الشعب التونسي. والله العظيم عيب اللي قاعد يصير، راهو يلزمنا تدخل كبير من الدوله، يلزمنا حل جذري صراحه للشيء هذايا، لانه عيب برشا. ما تقوليش الفلوس راهو على خاطر الفلوس ما نجموش نجيبوا مدرب كبير، مش صحيح. احنا قادرين نجيبوا، تونس قادر نجيبوا مدرب كبير، ولكن احنا اللي ماناش راضيين نجيبوا، والمسؤولين اللي موجودين غادي في الجامعه هم اللي مش حابين مدرب يكون كفء ويكون. احنا المره الوحيده اللي هزينا فيها كاس افريقيا كان عندنا مدرب محترف باتم معنى الكلمه. روجي مير لما جاء لتونس 2004 تحكم في كل شيء، في الاعلام وفي المسؤولين وفي سليم شيبوب نفسه تحكم فيه، وحتى واحد ما يحكي معاه. وكان كي يدخل مع اللعبيه يسكر الباب وراه، وكان يبخس وينظر على الاعلام وعلى كل شيء، وما كان حتى واحد ينجم يحكي معاه وقت ما كان يدرب في المنتخب الوطني التونسي. وبالعقليه هذيك هزينا كاس افريقيا. ولكن من الوقت هذاك الى حد يومنا هذايا واحنا نعانيو من وديع الجري الى عثمان جنيح هذايا، اللي بصراحه هو الرئيس الفعلي، انا متاكد هو الرئيس الفعلي للجامعه التونسيه لكره القدم. والله يا جماعه انا راني مانيش باش نسلم فيه الموضوع هذايا، باش نقعد نحكي عليه ديما، ولكن نحب نحط لكم حاجه واحده، اللي فرانك هايس هذايا راهو ما ينفعناش في كاس العالم ولا في غير كاس العالم، راهو ما عندوش اسم وما عنده حتى علاقه بينا.